وسلطان المرة دي بيتسجن ظلم، وهو عارف ان ذنبه الوحيد في حياته انه اتحدى عمه اللي المجتمع بيحترمه ويقدره ويبجله لانه غني ومعاه فلوس، عكس عصفور الضبع اللي مجتمع عرفة الهلفوت بيحترمه ويقدره عشان قتل وسفاح وراجل مجرم، والمجتمع بيعامله على انه كبير المعلمين. وعشان كده لما عصفور الضبع هيموت من الخوف على شريط القطر، الناس هتفرح بعرفة الهلفوت، وهتكون دي اول مرة في حياتهم يحترموا فيها عرفة الهلفوت اللي عاش حياته كلها محروم وما دقش طعم الشبع او مسك الفلوس غير لما انتحل شخصية قتال نفس قتال القتلة ده عرفة هينول احترام الناس بسبب موته، مع ان عرفة ما قتلوش، ولكن هي دي آفة حارتنا. سلطان لما بيتسجن يا شقيق نار الانتقام اللي حبه لياسمينة ونصايح الشيخ حسن ليه كانت دايما بتطفيها، المرة دي بالذات مفيش حاجة بتقدر عليها، حتى وياسمينة بتحاول تثبت براءته من بره. وعشان كده سلطان بيهرب من السجن، وفي عز ما سلطان بيهرب من السجن عرفة الهلفوت بينتقل لمرحلة جديدة، مرحلة كيلاني بيه اللي من البداية عاوز يقتل منافس مجهول ليه اسمه المنياوي انت ما بتشوفوش لكن انت ممكن تتخيله عم سلطان مثلا او كيلاني بيه 2 مثلا، لكن مش دي قضيتنا الحقيقية هي ان كيلاني بيه هو كمان عاوز عرفة الهلفوت يورث لراس عصران ويقتل المنياوي، لكن عرفة مش هيقتل حد، وتسوقي شريك عرفة وصاحبه الوحيد أجبن من إنه يقتل، وعشان كده كيلاني بيه هيقتل الاتنين عشان بس سره ما يطلعش بره. وفي محاولة لقتل الاتنين دسوقي بس هو اللي بيموت قدام عرفة. دسوقي بيموت وبياخد معاه جزء من رحمة عرفة اللي جوه قلبه، الرحمة اللي كانت تخليه عرفة طول الوقت رافض إنه يقتل حد بدون أي ذنب. وعشان كده عرفة هو كمان بيقرر ينتقم ويمسك سلاح لأول مرة،